مساء الخير واهلا سنور. بيكم في حلقه جديده من فيلم سيما اللي احنا بنعتبرها ميني بودكاست دردشه. حلقات برنامج ايا كان زي ما تحبوا، يعني هي في الاول وفي الاخر هي قاعده كده على الرايق مع صحابنا واصدقائنا الممثلين اللي بنحبهم. فخليني اقدم ضيف الحلقه بتاعت النهارده. معانا زياد زعتر. ازيك يا زياد؟ ازيك يا ابو صلاح؟ وحشني وحشني عامل ايه؟ وحشني. الحمد لله يا وانت حبيبي، اكتر كله يا زي الفل. صديقي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. زياد ممثل من اكتر الناس اللي انا شفتهم لما بيعملوا كاركتر بيبقى عامل الكاركتر بكل تفاصيله وماسك تفاصيل الكاركتر بشكل رهيب. شفته على المسرح عند استاذ خالد جلال في سينما مصر، وكان ليه تجارب قبل سينما مصر برضو في خلال مسرح الجامعة، هو يحكي لنا عنها اكتر. وخلينا نشرح له كده بس فكرة الموضوع ماشي ازاي. احنا بنعمل حاجة اسمها فيلم سيما، فهنتكلم مش محضرين أسئلة وإجابات بقى والحاجات دي، احنا زي ما الكلام هيودينا. بس توكل على الله. بس الفورمات العام كده اللي احنا بنمشي في اطاره ان احنا بنحكي في اطار فيلم سينمائي يعني. فخلينا ابتدي معاك كده بتتر البدايه زي في الفيلم السينمائي كده، وتحكي لنا كده في تتر البدايه. يعني انا عارفك كويس بس احب ان انت تعرف نفسك ربنا يخليك يا للناس صلاح. وتعرف الناس بيك، وتحكي لنا من اول حبيت الفن او التمثيل ازاي. والله اولا انا مبسوط قوي ان انا معاك يا صلاح، بجد يعني ليا ربنا الشرف يخليك، ان ده شرف انت ليا وانا عايز اشكرك ان الدعوه انت معايا دي. في الحلقه. ربنا يخليك يا رب، الدعوه دي غاليه قوي على قلبي والله العظيم. ربنا يخليك يا سيدي. وإن شاء الله يعني نبقى ضيوف خفاف لذاذ كده على الناس ان شاء وعليك الله. والله. الله ربنا يخليك. يخليك يا صلاح. والله الموضوع جه صدفة بحتة. أنا كنت في فريق الكوار بتاع الجامعة الأول، وصحابي اللي في فريق الغنى هم صحابي اللي في فريق التمثيل، هم بيعملوا الحاجتين، فما تيجي ونجرب وبتاع، وفي دور فاضي متاح ان انت ايه تخش معانا في مسرح الجامعة. مم. فرحت بدأت أتمرن معاهم على دور، كنا بنعمل مسرحية حلم ليلة صيف في مسرح الجامعة. وكان الدور ويليام شكسبير كان كاتب إنه في ممثل من الممثلين الرجالة اللي جوه المسرحية هيعمل مسرحية، مم. وهيعمل جولييت زي الحبيب والحبيبة. فهو ما كانش فيه زمان ممثلة بتمثل، فهم مجموعة ممثلين هواة كده حرفيين بيعملوا مسرحية جوه. ف... فبقرا الكلام، حاسس ان في الكلام بيتقال على لسان ست. انه جولييت. ايه يا جماعه، اه. يعني ايه يا جماعه الموضوع؟ فقالوا لي لا، اصل هو ويليام شكسبير كان عنده وجهة نظر انه راجل بيعمل ست. قلت له مش هعمل كده انا طبعا، ومش انا عندي هعمل دور. تصور تاني خالص في كارمن. يعني خالص جدا. فروحنا لمنطقة انه لا، والمخرج بدأ يقنعني انه اتمرن بس بروفات، احنا لسه معانا 6 شهور، ولو ما عجبكش الدور اخر يوم انا يعني بيقول لي انا هدخل اعمله انا، وامشي انت سيب المسرحية. دي كانت فبدأت اخراج استاذ خالد اتمرن. جلال. لا، دي كانت اخراج استاذ احمد عبد الجليل. ده حد كان في المسرح في الجامعه؟ استاذ احمد مخرج عبد مسرح. الجليل مخرج مسرح، وكان عمل مسرحيات استعراضيه غنائيه كده كتيره. راجل يعني قامه وقيمه، ربنا يمسيه بالخير، تمام. ومخرج من المخرجين المهمين قوي. وهو كان اول جمله مسرحيه يعني تطلع مني كانت من خلاله. ف... فحبيبي اقنعني جدا، وبدانا نعمل بروفات وتوكلنا على الله. وبعدين جينا يوم العرض المسرحيه، ما عزمتش حد بقى خالص من القرايب ولا الصحاب مكسوف جدا ما هطلع بقى مش ايه عارف عامل. مش عارف الموضوع هيمشي ازاي. بالظبط. فسبحان الله ربنا ساعتها يعني اراد. الناس كانت مبسوطه قوي، وكان الدور عمل تفاعل فظيع مع الناس. وبدأ من هنا فكره ايه ده في حاجه حلوه قوي انا بعرف اعملها كويس وبحبها. فيلا نكمل، يلا نذاكرها، ويلا ندرسها اكتر، ويلا نعملها بحب اكتر. فبدأ من هنا فكرة ايه انه زياد بقى في مسرح الجامعة. حلو. بس من مسرح الجامعه تعرفت على دكتور خالد جلال؟ بعد كده السنة اللي بعدها جالنا أستاذ خالد. عملنا معاه، كان ساعتها بنعمل مسرحية روميو وجولييت.
وبعدين انا كنت بقى كوميديان السنه اللي فاتت، واخد يعني عامل مكسر الدنيا بقى، وضحك وهزار وبتاع. فقال لي انت لو شاطر قوي زي ما خليت الناس تضحك تخلي الناس تعيط. اوكي. فاداني دور ابن عم روميو اللي هو بيتقتل في المسرحيه في الروايه يعني. وبيقول مونولوج كده وهو بيموت. يعني هي دي بدايه الحزن اللي في الروايه. امم. وكان اهم نقطة عندي انه لما نوصل للمونولوج ده الناس تتأثر فيسقفوا. يعني كنت مهتم قوي انه لما اوصل للحتة دي اللحظه دي تبقى مؤثره. انه يعني انا نجاحي بقيس نجاحي في المسرحية دي انه لما بالتيم ده. اوصل بالظبط لما اوصل للمونولوج ده واقوله وانا بموت. خلاص ابقى انا كده، الناس لو اتأثرت ابقى انا كده جبت جون يعني. ماشي صح بالظبط. فحصل والحمد لله، يعني ربنا أراد. وفضلت بقى في مسرح الجامعة مع أستاذ خالد لحد ما جه ميعاد دفعة مركز الإبداع. كان قبلها الدفعة اللي قبلها كانت دفعة بعد الليل، بس أنا كنت محتاج أخلص الكلية عشان الكلية كانت صعبة شوية، انت كنت فمحتاجة في أخلص. صيدله؟ لا، كنت في طب أسنان. تبقى اسنان، سوري. ستيل دكتور سنان يعني. بس تمام. على خفيف كده. ايوه. ف قال لي هتدخل دفعة بعد الليل، فقلت له لا، مع الكلية ولازم اخلص وكده. فسبحان الله تشاء الظروف انه انا لما اخلص كلية في نفس الميعاد تكون بتفتح دفعة سينما مصر. وكنت انا وقفت مسرح كام سنة، فعملت مسرحية مع مسرح الجامعة كنت راجع اعملها من اجل صلة الرحم، يعني اللي هو الوداع الاخير انا زي ما معاك، بيقولوا. انا معاك كده بالحب. وداع اللي هو يا جماعه انا اخر مره، لكن انا خلاص بشتغل دكتور سنان وبنزل في عيادات ده وبشتغل كان بشكل. كان في مسرح جامعه المستقبل صح؟ جامعه المستقبل ليا ذكريات فيها جامعه المستقبل، ليا اصدقاء يعني. فيها، وحضرت وهي حفله عمرو يعني دياب هناك. ليها هي في لينا الحته فيها الانترتينمنت. حكايات. وفي الحته الانترتينمنت دي هم كانوا مهتمين قوي ان الكواليتي بتاع الاكتيفيتي تبقى بتاع حلوه. مسرح الجامعه يبقى قوي قوي، ويقدر مم. ينافس الجامعات. لانه انت عندك المسارح الحكوميه يعني الطلبه اللي في الكليات الحكوميه في الجامعات الحكوميه عندهم مسابقات. بتوع جامعه عين شمس وبتوع تجاره جامعه القاهره القاهره. فرق تجاره قويه القاهره. يعني. يعني فرق جدا. قويه خارج منها ناس يعني تقيله. اباطره يعني. طبعا. فكان فكره انه احنا ناسس فرقه ينفع تنافس الى حد ما. تبقى بنفس المستوى. يعني تقدر تدخل السكه الاحترافيه بالراحه كده، واحده واحده. حلو. وحصل يعني، فضلنا كده لحد ما رحت بقول لك بعمل المسرحيه الاخيره دي مع استاذ خالد. وكنت بعملها من اجل يعني نشاط وبفك بس من اللي حصل لي في كليه الطب. ف سبحان الله برضو القبول بتاع ربنا انه الناس تقبلت الدور جدا وانبسطوا جدا. فجي استاذ خالد قال لي اللي حصل النهارده ده مش بتاعك، ده بتاع ربنا. طبعا. فشوف عايز تعمل ايه، انا مستنيك في مركز الابداع. اوكي، حلو جدا. فهنا بقى انت بتفكر انه في حاجه ربنا سحباك، في حاجه واخداك كده. في حاجه سحباك. السكريبت الالهي كده كده لا مفر. هيمشي. اه. لا مفر منه. وبعدين حته بقى انه انت بيقولوا عليك ان انت شاطر وبيقولوا عليك ان انت موهوب. فانا قعدت افسر الكلمه الموهبه جايه من هبه، هي هديه من عند ربنا حلوه جدا. للبني ادم. حلو. فلو انت يعني النبي قبل الهديه، فما ينفعش بالظبط. ربنا يبقى مديك ترفضها بقى. هديه ما وانت ينفعش تقول له ترفضها. لا، اصل انا مش عايز، اصل انا شايف خط سير حياتي في ناحيه تانية خالص. مش بمزاجك، هو ربنا مديك هديه هتقول له مهما لا؟ خططت ما فيش، استحاله، هتمشي في اللي مكتوب لك. استحاله، استحاله. فانا حسيت انه حرام عليا ان انا ارفض هديه ربنا. وحتى لو انا الموضوع هيبقى اصعب وهحاول امشي الكاريرين مع بعض الى وقت ما. ده طبعا ما حصلش يعني. ما قدرتش طبعا اعمل كده. بس قبلت الهدية واتمنى ان انا اكون قدها يعني. حلو. رحت بقى دخلت مركز الابداع والحمد طيب لله كمان جوه المركز.
قبل بقى نوصل لنقطة مركز الإبداع، خلينا نقول إن إحنا كده خلصنا تتر البداية، هنخش في نقطة التحول بقى للبطل الفيلم بتاعنا. نقطة اتمنى يكون التحول بقى التتر بدأ. عجبكم. آه خلصنا كده التتر، نخش في نقطة التحول بتاعة الفيلم بقى. خلينا نقول إن بداية الاحتراف بالنسبة لك كان سينما مصر، كانت مسرحية سينما اه، مصر، مظبوط كده؟ احكي ده لنا بقى عن حقيقي. التجربة والبروفات والحاجات اللي حصلت. وشاوت اوت طبعا آه لكل دفعة سينما مصر، الممثلين يعني الهايلين. اخواتي واخص يعني. بالذكر صديقي اللي نورني في اول حلقة، معتصم عبد العزيز. شاوت اوت لمعتصم عبد اخويا العزيز. اخويا معتصم يعني من اغلى الناس على قلبي، ولحد دلوقتي احنا مش على تواصل، احنا بايتين في حضن بعض كل يوم على بالظبط قد ما بالظبط. نقدر يعني. والرحله احنا يعني الرحله ماشيين فيها مع بعض، يعني احنا وناس كتير من صحابنا. هي رحله، فاحنا يعني ربنا يقدرنا ان احنا نفضل دايما كده ماسكين في ايدين بعض ان وماشيين شاء الله. فيها بكرم ربنا يعني. وباقي آه، الممثلين بقى اللي في الدفعة كلهم طبعا عايزين بص، نحييهم. انا عايز اقول لك على حاجه. مركز الابداع احنا كدفعه عاملين زي الدفعه بتاعت الجيش كده، او الكتيبه بتاعتك. فانت دول ما بيبقوش زمايلك، ما بيبقوش صحابك، ما بيبقوش دفعه، بس دول بيبقوا اخواتك، لانه اخوات احنا عشنا مع بعض اكتر ما عشنا في بيوتنا، اكتر ما قعدنا في كتير بيوتنا. كتير جدا. يعني ومرينا بمواقف ويعني بحاجات كتيره قوي. ما ينفعش تعيشها مع حد غريب، لا لازم تبقوا اخوات علشان تعيشوها مع بعض. طبعا. فدفعة سينما مصر الدفعة والكتيبة الأغلى يعني على قلبي طبعا، واخواتي كلهم وحبايبي. واحكي لنا، كنت بتعمل المشاهد بتاعتك في سينما مصر، كنت بتعمل شخصيات ايه؟ بص، احنا قبل سينما مصر بنقعد كتير قوي نعمل بروفات وتمارين كتيرة قوي لحد لحد ما ما توصلوا لشكل فورمات نقدر نشتغل عليه، وربنا أراد إنه الفورمات ده يكون سينما مصر، إنه إحنا نرجع للصندوق الذهبي تراث. بتاع التراث بتاعنا، الكنز. إنه نرجع نعمل الحاجات الماستر سين بتاعت السينما المصرية، اللي من إنتاج مصري، اللي من تمثيل مصري، من إخراج مصري. آه، يعني مش بنقول بنذكر لانه الحاجات دي ما اتنستش، بس بنعمل ريفرش كده، طبعا. وبنعملها زي ما هي مظبوط، يعني لا بنعلق عليها باي شكل من الاشكال، ولا هي زي ما هي بالظبط. فانا في البدايه عملت استاذ احمد مظهر، ما اوكي. يعني ده كان في يعني فيلم ايه؟ ده كان في فيلم دعاء الكروان. اوكي. كان مشهده مع فاتن حمامة، لما كانت بتقدم له الشاي والقهوة في الجنينة، وبيقول لها ان هو يعني بيحب واحدة وبيفكر يتجوزها، وهي بتقول له هتوريها لي، فبيقول لها اه طبعا هوريها لك، ولو ما عجبتكيش مش هتجوزها وكده. اوكي. فرائعة من روائع طه حسين يعني. ف هو الفيلم كله فيلم عظيم، يعني فيلم عظيم جدا. يعني حالة من الشجن عظيمة. طبعا طبعا. فمن هنا ايه ده، انا عمري بقى ما كنت قلدت، او انه انا مثلا حاولت يعني اعمل اجسد شخصيه بعينها. كانت دي موجودة كلها قبل كده. مم. كلها كانت بتبقى حاجات في مسرح الجامعه، روايات على الورق، وانت بتشوف خيالك يوديك فين مع الاتفاق مع المخرج ومع الناس اللي حواليك. فهنا مم. كان لا، انت عندك اختبار انه ده احمد مظهر يعني. طبعا طبعا. احمد مظهر يا جماعه، فارس فارس السينما السينما. المصريه. فيا نهار ابيض يعني. الناس تستغرب اصلا انه ده بيعمل احمد مظهر. بس هو سبحان الله، هي يعني مشيت كده بكرم من عند ربنا. واستاذ خالد قال لي شاطر جدا في المنطقه دي، لحد ما وصلنا الى يعني الكنز الاكبر، كان استفان رستي. طبعا. كلمنا بقى يعني عن تحضيرك للشخصية دي، لأن عايز أقول يا جماعة إن بجد هي كانت مسرحية سينما مصر دي عبارة عن مشاهد متتالية كده من الأفلام يعني. فكان في الجزء اللي كان بيعمله زياد شخصية ستيفان روستي في الفيلم بتاع المليونير اللي هو بتاع إسماعيل ياسين. وبجد عايز أقول إن ده من أكتر الأجزاء اللي كانت بتجيب صريخ ضحك في المسرحية. الحمد لله فاحكي لنا الحمد بقى، لله. حضرت للدور بتاع ستيفان روستي ده ازاي؟ والله بص، هي برضو الصدفة، يعني هي الصدفة بتلعب دور في المنطقة دي قوي جدا.
هو كان يعني في واحدة زميلتنا بتحضر مشهد من تمر حنة، كانت عاملة نعيمة عاكف، اوكي، بس ما والمشهد تقوليش ان انت فيه كنت هتعمل رشدي اباظه كمان بقى. خالص خالص، لا 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 بقى، لا. لا بقى كده ما كتير. ما رحناش للمنطقة دي، الحمد لله ربنا رحم الناس من ان ده يحصل. كده يبقى كتير يا استاذ زياد. لا هو ستيفان روستي في المشهد بالظبط بيقول 3 كلمات. اللي هو هتحزم واجيلي هي لا دي. خالص، بيقول ورموش عينيك وسواد عينيك وبياض عينيك، 3 كلمات بالظبط، 3 جمل. اوكي. وهو المشهد كله مكتمل، وفي اللي بيعمل رشدي أباظة، وفي اللي بيعمل أحمد رمزي، امم. وزينات صدقي ونعيمة عاكف، اوكي. وبيدوروا على ممثل يعمل ستيفان روستي يقول ال3 كلمات دول الثلاث بس، جمل. ويتكل على الله يعني. المشهد كده يبقى خلص. فسبحان الله قلت لها هو بيقول ايه، فقالت لي ورموش عينيك وسواد عينيك وبياض عينيك بس. قلت لها ورموش عينيك وبياض عينيك وسواد عينيك، هوب خلصت. في حاجه جوه. قلت لها لا سيبيني بقى، هروح البيت. هروح البيت. انا استغربت يعني، هو سبحان الله طلع تلقائي كده. قلت لها لا اديني بس هروح البيت اذاكره واجيلك بقى. واجي لك اشوف الموضوع ده. فرحت كمان يعني طمعت انه انا اعمل مشهد لاستيفان روسي، ما هو ايه ده صوته موجود. طبعا. فبدات ادور. هو كل الحاجات انسرتات، بيخش يضرب حقنه ويمشي. ويخلع يعني اه. يعني زي هتحزم واجي لحظه واحده، هتحزم واجي لك ويمشي، فاهم؟ مفيش مشهد يعني ضخم كده على بعضه مقفول من هنا ومن هنا، غير مشهد الفيلم المليونير بتاع زكي بشركة بتاع خد بالظبط سيف. كده. اه. ف وخلي كان بالك، عندي بدون قطع كلامك، اللاين بتاع فكره انك تلاقي الصوت بتاع الشخصيه ده، ده هو ده الصوت. يعني لو بص، انت هي حتى مش هي حاجات بتعمل، اه يعني انت حتى لو مش بتعمل كاركتر معمول من قبل كده وبتعمل كاركتر جديد، لما بيقول لك صوت الشخصيه كده لما بتسمعه جواك، انت كده خلاص بتقفش الشخصيه. بتطمن ان في اه، حاجة من الصوت روحه. هيوصل خلاص في اهو. حاجة اه من روحه. وبص، هو في فرق عظيم جدا ما بين انه التقليد، انه انا اقلد الشخص او اعلق طبعا. عليه، واني انا تجسده. هجسده. ايوه. بالظبط. يعني دي مدرسة كبيرة قوي، طبعا. طبعا. اتكلم فيها اساتذة كبار قوي، يعني ما انا ما لا اذكر فيهم. اقربهم استاذ احمد زكي لما كان بيقول بالظبط. انا مش بقلد السادات، انا بمثله، بجسده. هو زي ما كان بيقول رحمة الله عليه، انه التقليد انت بتمسك لازمة معينة وبتكبرها بحيث انك تعرف ان ده فلان. لكن التجسيد فكرة روح البني ادم ده، انك تبقى بتبص بعينيه، بتاكل بعينيه، بتتعامل بطريقته بالفيزيكال بتاعه، كل حاجه. حقيقية. يعني لما طبعا. الحاجات بتركب على بعض حقيقية وتخض، يعني تخض. ويعني انا ادعي انه ربنا جعلني من المحظوظين اني دقت الحته الحاجة دي، دي. لانه هو ده سحر التمثيل او فن التجسيد الصراحة. حلو. ف رحت بقى ذاكرته وقلت رحت انا عايز اعمل ذاكرته. مشهد لستيفان روستي. ولقيت المشهد ده، وكان عندي مشكلة انه مش هعرف اخلي استاذ خالد يقفل لنا، نعمل بلاك. المشاهد كلها بتتعمل بتعرف بروفا، يعني بروفا امم. مسرح. فكان عندي مشكله انه مش هعرف اعمل بلاك ونعمل الافيه بتاع لما قلعوا الفنانات الهدوم. لما قلعوا هدومهم بعد ما خسروا من اسماعيل ياسين. اوكي. فحد من الشباب بتوع الدفعه قال لي انا هتصرف وانا هتفق مع بتوع الاضاءه وبتاع. هظبطها فعملنا معاك. عملنا المشهد. ويعني مش عايز اقول لك رد الفعل ساعتها في البروفا، يعني الحمد لله الناس كانت على الارض. ده حقيقي، ده حقيقي. وفي العرض ف نفسه كان ما شاء الله بجد الحمد من لله. اكتر المشاهد اللي كانت بتجيب ضحك، يعني ده حقيقي. الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. حلو. طيب ايه النصايح او اهم نصيحه استفدت بيها من دكتور خالد جلال، يعني من تجربه دكتور خالد جلال، لو حابب تلخص لنا تجربتك معاه؟ بص، استاذ خالد اولا يعني هو مختصر مثلا قال لي الالتزام.
ان هو يعني بيشوف الحته المنوره ما فيك تغششنيش ما تغششنيش ما تغششنيش. طيب احب اسمع وجهه نظرك انت. لا لا، هو استاذ خالد يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى هو له فضل كبير قوي في مسارنا اللي احنا ماشيين فيه، وفي مساري انا ما بشكل يديك شخصي. الخطوه الاولانيه. هو بيقول انا المحطة اللي قبل الاسفلت. يعني انت في الرملة طول الوقت وبتفرك وفي الصحراء، وبعدين بتوصل للمحطة اللي بتخش تنظف فيها التراب وتمسح التراب عشان علشان تطير على الاسفلت تطلع على الاسفلت تتجه. تنطلق. فهو بيحطك في كل تقريبا ال الاحوال اللي ممكن السوق بره تقابلها بره في تقابله. الماركت. بالظبط. كل الصعوبات اللي انت هتقابلها انت محتاج تبقى، عشان تبقى ممثل شاطر الف ب الالتزام بشكل صارم جدا، ومواعيدك بشكل صارم جدا. فالالتزام رقم واحد. انت في مركز الابداع هتتعلم التزام العسكريه، علشان لما تطلع بره وتبقى بتتكلم باسم ان انت طالب من طلبه مركز الابداع مركز الفني. الابداع. وبعيدا عن مركز الابداع، انت كبني ادم عايز تثبت وجودك جوه الماركت. فمن اهم الشروط ان انت تبقى فنان ملتزم. ولينا في ده امثله كتيره قوي. ناس كتير كانت بتطلع تقول لك اول واحد كان بيروح المسرح كان بيبقى فؤاد المهندس، واخر واحد بيمشي من استاذ المسرح عادل كان امام. وعادل امام. فيعني الموضوع مش حديث اللحظه او انه حاجه مخترعه جديد. لا، ده الف ب الشغلانه. يعني لو انت بني ادم مهتم بالشغلانه وبتحبها، فده رقم واحد. آم، استاذ خالد عنده برضو رؤيه انه فعلا انت ممكن تبقى مش عارف انت شاطر في ايه، او زي ما بيقولوا كده من اين تؤكل الكتف. هو فبينور لك على التيب او الحته اللي ممكن بي- تبدا منها كاريرك. بيشاور لك على دي بشكل صريح. وفي امثله كتيره قوي من خريجين مركز الابداع الفني كانوا داخلين بيمثلوا تراجيدي وبيعملوا حاجات عميقه جدا، مم. وبياخدوا جوائز في مهرجانات كتيره قوي بالشكل ده. ولما دخلوا مركز الابداع استاذ خالد قال لهم لا، انت تعمل تلعبوا كوميدي. كوميدي. اه ف اوكي. ف هو عنده رؤيه ودايما هو بيتكلم عن الموضوع انه ربنا سبحانه وتعالى قال لك ويسالونك عن الروح. فالروح اللي جوه البني ادم دي هي الحدوته، هي هي هو روحك. دوره ان هو يوجه روحك للحته اللي ممكن تروح لها. مم. بالظبط. او انت جواك ايه. انت لو انت شفت كل بني ادم عنده كل المشاعر وعنده كل الاحاسيس وعنده كل اللحظات. اي بني ادم بالظبط. مهما بالظبط. كان. انت احلى لحظه ليك فين في كل ده؟ يعني انت ممكن تبقى حلو قوي وانت بتعيط، ممكن تبقى حلو جدا وانت متنرفز، ممكن تبقى حلو جدا وانت بتهزر. انت بتقول كل افيه واحد كل واحد له اللحظة اللي هو بتاعته احلى واحد في الدنيا في اللحظة دي. في الجزئيه دي بالظبط. فهو بيشاور لك على اللحظة دي، بيقول لك هي دي، اشتغل عليها. حلو. ف من بعد تجربه سينما مصر بقى، على مستوى السوق، جالك اول شغل ايه؟ كان اول مسلسل تشتغل فيه ايه بقى؟ جه استاذ وترشحت فيه معتز. ازاي؟ جالي استاذ معتز التوني، جالنا في العرض بتاع سينما مصر واتفرج. وكان ساعتها هو بيصور مسلسل اسعاف يونس، بطولة صديقي وحبيبي محمد انور وكان تأليف اخواتي خليفة سمير واحمد محارب دوجلاس واحمد فوزي. وانا دول كانوا بدعي ان معاك في احنا العرض؟ الشباب دول دول. من ابطال. احمد دوجلاس الدفعه اللي قبلنا، دفعه سلم مم. نفسك. حبيبي هو ما شاء الله يعني نجم من نجوم رمضان اللي فات واللي قبليه. طبعا. طبعا. انا بدعي ان احنا جيل محظوظ، لانه عندنا حته صراحه كده، او ربنا رزقنا يعني بمجموعه من الاخوات اللي بنزق بعض وبنشد بعض دايما. يعني الحمد لله ما عندناش حته انه
انا نفسي لا، انا لو شايف انه في حاجه وخلاص. حلوه قوي لصلاح او لمعتصم او لفلان او لفلان، هقول هو أليق هنا حلو. بالظبط، فهو اعرف هو حد طلع من العرض. ممكن يعمل ده كويس. فالشباب كانوا خلاص الحلقه هتتصور بعد بكره. كانوا حلقتين يعني، وكان ضيف الشرف فيهم توته محمد عبد الرحمن حبيبي. فقال لهم بس قولوا لي الشباب اللي موجودين اللي بيلعبوا كوميدي وكده في العرض، فكروني بالاسامي، مين اسمه ايه بتاع. فقالوا في الولد اللي كان بيعمل استفاد روستي ده زياد زعتر. قال لهم ايوه ده شاطر قوي لطيف هاتوه. فكان الترشيح من اخواتك اللي ممكن دي حاجه ساعتها حلوه يقولوا طبعا. اه طبعا يعني. يعني ليهم الفضل الصراحه في النقطه دي. ويعني اخوات، هو يعني عارف انت لما ما ينفعش اخوك يعمل لك حاجه في البيت فتقول له شكرا، هم اخواتي فما طبعا يعني طبعا. مش هقعد اشكرهم واقول فيهم اشعار يعني. بس فكان اول تجربه كانت اسعاف يونس مع استاذ معتز التوني. وكانت حلقتين لطاف قوي كده، جمال يعني. كانوا في اخر كنت حلقتين عامل للمسلسل شخصيه حتى ايه؟ كده. كنت عامل حرامي بورسعيدي يعني حرامي اوكي. من اصول بورسعيديه. هم مجموعه حرفيين يعني بيشتغلوا في العربيات. اوكي. وبعدين في يوم اجازتهم كده قرروا يسرقوا بنك على طريقه لا كازا دي بابل. ف... اه. فكان زعيم العصابه توته محمد عبد الرحمن. اوكي. ورحنا البنك بكل سلاسه نسرقه عادي ما ودخلت بقى انطلقت في البتاع. عادي لحد ما اتقبض علينا بطريقه حلوه قوي الحمد لله. وبعديها ايه الدور اللي جالك بعديها؟ احنا كده بعديها دلوقتي بدون قطع كلامك، احنا كده دلوقتي يعني بدأنا كده نمشي شوية في القصة بتاعة التحول في الفيلم السينمائي بتاعنا، وبدأنا في قصة اه الكارير، فبنتكلم في جزئية الكارير، وبنتكلم بقى في قصة الأدوار اللي عملها زياد. فهنخش بقى فيما بعد إسعاف يونس. ما بعد اسعاف يونس كانت الخضه الكبرى. وزي ما بيقولوا كده الاماره. الاختيار اتنين. ف طيب، قبل ما أنت تتكلم عن اختيار الاثنين أنا أتكلم. اتفضل يا صلاح، انت حقك برنامجي بقى ولا حضرتك. حقك بفلوسك بفلوسك يا بيه. الدور اللي أنت عملته في الاختيار اثنين ده، بص، أولا فكرة إن أنت تقف قدام كريم عبد العزيز ومكي كانت حاجة عظيمة أعتقد. دي حاجة حابب أسمعها منك في الأول. ويمكن وقتها ستايل شكلك وشعرك فاهم ازاي؟ ايوه. كان لايق على محل الكشري فشخ. انا ما اعرفش انا جدا. بتكلم بقول ايه، بس انا كنت لا حاسس لا مظبوط مظبوط. بتاع كشري. لا انت كان في تفاصيل كده برغم ان المساحه ما كانتش كبيره، بس انت كنت عامل تفاصيل كده للموضوع، مسكته للعلب بتاعت الكشري في الصينيه اللي هو داخل بيها للميدان، وطريقتك وانت بتتكلم مع الناس في المحل. فعايز اعرف هل انت، مش هقول لك انت اكيد اشتريت كشري كتير، بس قصدي هل ركزت في يوم ان انت تروح لمحل كشري وتشوف التفاصيل دي في التعامل عامله ازاي قبل ما تروح تصور وكده؟ واحكي لي بقى عن المشهد وانت مع كريم عبد العزيز كان عامل ازاي؟ طب ابدا بايه؟ انا هبدا بالكاركتر. بالتحضير وبعد هبدا كده لك بالكاركتر. التصوير. بص طبعا رحت يعني رحت قعدت في محل كشري قبل التصوير ب 8 ساعات. يعني قبل ما اخش انام الساعة 2 بالليل انا رحت. فعلا. يعني كان رحت. كنت قاعد ساعتها بايت في الدقي علشان ابقى قريب يعني بالتصوير. امم. آه، والساعة 2 بالليل كده لقيت محل كشري فاتح، رحت داخل قاعد شوية. يعني قاعد اوكي. حبة. بص، كل شغلانة وليها لازماتها. كل شغلانة وليها طريقتها يعني. طبعا له تفاصيله يعني. طبعا. الدكتور له تفاصيله، العامل النظافة له تفاصيله، كل طالما مهنة بتعمل كاركتر ليه علاقه بمهنه معينه. ليها تفاصيلها. مش هقول لك انه يعني قعدتي في محل الكشري النص ساعة دي عملت فرق، بس لقطت كام حاجه. روح روح المكان.
يعني بالظبط. حتى طريقه طاقته. تقديمه، طريقه تقديمه وهو بينزل لك الطبق فبينزله بطريقه معينه. حتى وهو بيشكرك بعد ما بتدفع وتخلص، يعني روح بس طاقه البني المكان. ادم اللي شغال في هذا المكان. بالظبط. غير انه الكاركتر يمكن هو على الشاشه لا يتجاوز الثلاث دقائق او الدقيقتين ونص، بس هو مكتوب فيه مثلا بتاع 5 صفح للشخص ده، لهشام وبيعمل بتاع حدث. محل الكشري. هو هو كمان شخص مش مجرد بياع كشري، لا ده كمان هو بينقل الشخص الاخبار من الميدان بالظبط بالظبط. للجهه الامنيه. بالظبط، فانت عندك تساؤل بقى، هل هو اصلا فعلا بتاع كشري ولا هو حد اشتغل من الجهه الشغلانه دي الامنيه. بالظبط عشان يشتغل، علشان يبقى وصلة الهمز او اللي بينقل الاخبار بتاعه المكان. همزه الوصل يا استاذ. بالظبط، همزه الوصل هي اسمها، انا قلت ايه؟ انا قلت وصلة الهمز وصلة ولا الهمز. وصلة الهمز. عشان بس الناس ما تضحكش عليه. يعني اضحكوا يا عم براحتهم. ما انت وصلة شباب، ما انت الهمز او همزة شباب. الوصل. بس فكان ده هشام. وانا سالت قبل ما نصور، هل الشخصيه دي فعلا حقيقيه موجوده في الحقيقه حصلت، يعني ده حصل ولا ولا لا في الاحداث الحقيقيه؟ ولا من خيال المؤلف انه بس عشان الحبكه الدراميه. فاكتشفت انه لا، فعلا في شخص كان بيعمل كده، كان وكان في محل كده فعلا. كشري في مدينه نصر، يعني بكل التفاصيل، وكانوا بيدخلوا وقت يغيروا اعتصام رابعه. ويدخلوا يغيروا وياخدوا بطايق غير البطايق عشان يعرفوا يدخلوا الميدان، وبعدين وهم طالعين بيعدوا على محل الكشري يغيروا هدومهم ويقدروا وياخدوا بطايقهم الأصلية وكده ويتحركوا. ف طب التعامل بقى مع استاذ كريم عبد العزيز في المشهد. بص، يعني انا 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 ربنا كرمني ان انا رحت مع استاذ زياد نصار في العربيه يعني بصدفه بحته جدا. قبلها عربيه بيومين. الانتاج. عربية الإنتاج يعني قبلها بيومين هو كان أستاذ زياد نصار كان عندنا في سينما مصر، اتفرج على العرض وعجبه اوكي. جدا ومشي. وبعدين أنا وصلت المكان اللي بنحضر فيه قبل ما ننزل نصور، فقابلته في المكان، فقال لي ايه ده بتعمل ايه؟ مش عندك عرض دلوقتي؟ وده انت مستأذن جاي اصور مشهدين وهجري على العرض. فقال لي طب امم. هتصور ايه؟ قلت له هصور مع حضرتك ومع استاذ كريم عبد العزيز. قال لي طب يلا انا مستنيك في العربيه تحت، مش همشي غير لما تنزل تركب معايا. جميل. فيا جميل. نهار ابيض، اياد نصار يعني فاهم، احكي لك حافظ موقف عن الالقاب اياد كلهم. نصار بعد ما تخلص. فروحنا وصلنا المكان بتاع التصوير، فقابلت دكتور بيتر، ودكتور بيتر راح نادهني كده بالراحه، استاذ كريم زياد زعتر من مركز الابداع الفني من عند استاذ خالد جلال، وهو اللي هيعمل مع حضرتك الدور وبتاع. بص بقى هنا ت... ت... تقابل النجم بقى بجد. وتفهم يعني ايه نجم حقيقي ونجم كبير ويستحق المكان اللي هو فيها. يعني صح. الاحتواء العنيف هو مدرك انه ممكن تبقى متوتر، ممكن تبقى خايف، ممكن تبقى كل حاجة في الدنيا، لان اللحظة كبيرة ده بيكسر وال... الحته دي. والعمل كبير وقصة، يعني طبعا. قصة، غير ان هو شخصيا يخض يعني. استاذ كريم عبد العزيز هو شخصيا يخض. ف هو يعتبر اهم نجم في مصر دلوقتي. فيعني ما حالتناش غيره يعني. وهو اهم نجم في مصر والله، قبل ما يبقى بفنه وبقوته الفنية، هو باخلاقه وبطريقته. بني ادم جميل جدا جدا جدا. ويا حبيبي وربنا يوفقك وجود لك وبتاع. فدخل كمان بعدي استاذ اياد نصار، راح يا كريم لا ده شاطر وانا بروزك بقى. اتفرجت عليه. بروزك بقى. فايه ده، الله اكبر وربنا يا رب يكرمك واشوفك نجم حاجه فظيعه. انت جاي تقول معاه كلمتين، يعني جاي تقول جمله هو وماشي. ممثل محترم جدا اياد نصار كمان. ده وممثل كبير وتقيل جدا وبيعمل طبعا ادوار طبعا مختلفه. قابلته مره في لوكيشن، كنت بصور مشهدين كده في حاجه. اوكي فالمفروض المشاهد دي معاه، يعني المشاهد دي معاه هو اوكي شخصيا. انا عايز اقول لك، انا بقيت قاعد يعني اللي هو مش بمثل معاه، انا بقيت قاعد بتفرج. يعني انا ايوه
بتفرج، انا مش بمثل، انا بجد انت عايز وصلت تعرف لمرحله الشطاره دي جايه منين؟ اللي هو انت انا بتعمل فاهم ايه؟ كده. هو انت بتعمل ايوه ايه؟ رهيب. ايوه 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 ايوه. وعنده قدر من الاحترافيه، ان هو كان ساعتها، كنت انا صغير جدا ساعتها، كان عندي 21 سنه 22 سنه. هبقى احكي لك كده في مسلسل كده يعني لا ذكر اسمه عشان كومبارس المتكلم. ليه يا عم، كلنا يا عم صلاح بدأنا. ف فحقيقي لا انا كنت ايه ده، هو بيمثل ازاي كده، عنده قدر من الاحترافيه رهيب، وبيعمل وكان عادل مشهد خد 3 تيكس كلهم بنفس الاداء وبنفس الحركه وبنفس لا لا، عنده قدر من الاحترافيه رهيب يعني. تحيه طبعا للنجم الكبير الاستاذ زياد نصر. جدا 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 جدا، وبحبه جدا على المستوى الشخصي والمستوى الفني. ويعني انا بعتبر نفسي محظوظ انه انا في بدايه ما لسه بقول اي بي سي يعني او الف ب، انه اتحط قدام الاثنين ده كان رعب طبعا، بس يعني كرم من طبعا ربنا انه اتحط قدام الاثنين دول في اول حاجه في حياتي بعمل ضخم زي ده. لا لا لا، كان حدث بالنسبه لي. وكان انا عايز اقول لك بقى انه الاختيار اثبات حاله بالنسبه لزياد، طبعا لانه انت بقالك 10 سنين الناس بمثل في مسرح الجامعه، ودلوقتي في مركز الابداع وبتاع، بيشوفكش غير جمهور المسرح. فمحتاج تثبت في انك الدراما بقى، انك بجد بتمثل، لا في تثبت الدراما بقى للي طبعا، في الدراما بالظبط. والسينما بالظبط. فكان طبعا المسلسل اختيار مصر كلها بتتفرج عليه، طبعا ففجأة لا ده بيمثل، الولد فعلا بيمثل، ما بيضحكش علينا دي حقيقة. وبيعمل حاجة. فكان انا اثبات وجهة حالة نظري مهمة قوي. الشخصية ان انا كنت مصدقك جدا في المشاهد بتاعته الحمد بصراحة، لله يعني كنت الحمد مصدق لله جدا، ما فصلتش خالص. الحمد آه، لله و- والفكرة انه مختلف تماما عن سينما مصر، الحمد يعني اللي لله. انا شفتك فيه في سينما مصر، فده كان حاجة مختلفة ده تماما. ده بني ادم وده بني ادم تاني خالص. وانا بحب قوي لحظة ما اطلع من المسرح او اطلع من ايا كان الكاركتر اللي بعمله، انه الشخص اللي كان بيتفرج عليا يقول لي هو انت يقف كده لحظة ان هو مش عارف اذا كنت انت ولا اه واحد شبهك. بالظبط. بعتبره كده، ده جول خلاص، احنا طبعا كده جبنا جول، لانه هو فصل الكاركتر عن طبيعي. شخصيتك الحقيقية تماما. بالظبط 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 بالظبط. في بقى دور تاني عايزين نتكلم فيه، وده انا بحبه جدا، بتاع فيلم الدعوة عامة. اه قبل ما تقول حاجة أنا عايز أقول يا جماعة الدور ده بجد والله طلع ترند، والناس كلها الحمد اللي لله شافت الفيلم علقت على شخصية الراجل بتاع الحمد الأمن لله. اللي بيتكلم بطريقة غريبة ده. هو كان إيه بقى؟ كان بورسعيدي ولا فلاحي ولا شرقاوي؟ صح؟ لا كان شرقاوي. شرقاوي. وانا ليا الشرف يعني ان انا اصلا مش شرقيه، ومن أوكي. الزقازيق تحديدا. بس احنا مش يعني مش دي بتاعتنا على فكره. يعني مش ماشي. دي مش دي بتاعتنا. آه. احنا يعني مش كلنا بنتكلم يعني بنفس اللهجة. يعني في مناطق بتتكلم باختلاف شويه. فالمشهور قوي على الفترة الأخيرة كمان النت والفيديوهات بتاعت السوشيال ميديا الإفيه اللي كان بيقول لك الفرخة مش إلها علاولة. وراك وعلاولة ومش إله لازمة ومش إله داعي آه. وكده. أستاذ وائل فرج كان ترشيحه، يعني كنت جالي تليفون رحت قابلته. وبعدين كنت مترشح أصلا لدور تاني خالص، دور موظف. وبعدين قعدت كده عملت الدور، فلقيته راح عامل كده قال لي لا. مش هو ده، مش قلت في له ولا الحتة انا دي. استاذ وائل، ولا انا استاذ وائل، فرصه سعيده ونتقابل في عمل تاني. يعني قلت له ولا أنت كمان مقتنع، مش حاسس إن أنت في الدور ده حلو؟ خالص قلت له أوكي. ولا انا معاك جدا، نتقابل في عمل تاني جدا يعني. انت اعمل حاجه يبقى شكلها مظبوط، بلا مش عايز صح. اعك. صح. فما حسيتش خالص الدور. وبعدين قبل ما اطلع من الاوضه كده قال لي زاد في دور صغير كده بتاع امن بيقول كلمتين. قلت له بتاع الامن ده ينفع يبقى شرقاوي؟ انا كان نفسي اعمل الكاركتر ده في اي انت حاجه. عايز تعمل يعني اصلا هو ما كانش كده،
انت اللي ما ضفت كانش حته الشرقاوي. خالص، هو مش كده خالص، هو واحد بتاع امن بيخش بيشوف اسماء ابو اليزيد، فبتعملوا ايه هنا؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. بس خلصنا. امم. فقال لي هتعرف تقول؟ قلت له يعني هجود. سيبني اجود وابقى اذاكره، لو يعني اخترتني هذاكر. ف قلت كده الأوضة كلها بتضحك، وسبحان الله طلع كده من عند ربنا. وبعدين جينا ساعة التصوير قال لي فاكر الراجل الشرقاوي اللي انت كنت وريتولي؟ قلت له انا جاي مذاكره. حلو. ف تحول بقى من كلمتين الى جملتين. وكمان في اخر الفيلم استاذ وائل راح عامل له يعني، عمل له يعني عاد المشهد تاني. فكان لا سبحان الله هو طلع كده من عند ربنا. وانا عايز اقول لك برضو دي معلومه مهمه قوي، انه في افيه في الكلام اللي هو بيقوله امي اللي مدياني الافيه ده عشان بس ابقى تتلحق اهل ادبي. يعني الافيه ده بتاع الحاجه مش بتاعي، هي قالت لي ممكن تقول كذا فده للحق الادبي. طبعا تحيه ليها طبعا وللإفيه. ربنا يخليك يا لا صلاح يا بس رب. عايز اقول ان الدور ده بجد كان حاجه حلوه جدا واتشاف بشكل رهيب، واعتقد ان انت شفت الحمد لله. البوست ساعتها على الفيسبوك، الناس كتير الحمد جدا من لله. جوه المجال ومن الناس اللي شافت الفيلم من الجمهور يعني اتكلموا عن الدور اللي انت عملته. وده الحمد يدل على ان لله. هو الحمد مش لله. دور صغير ودور كبير، لكن فعلا ممثل صغير وممثل كبير، دي حقيقه يعني. الحمد لله. الحمد لله. اعتقد يعني. ايه تاني كنت عملت ايه تاني في الحاجات اللي انت اشتغلت فيها زياد غير عملت مسلسلات تاني اعتقد؟ انا عملت اللي برضو طلع يعني بشكل كبير قوي الفترة اللي فاتت، حتى مع ان هو معمول اصلا يمكن من 3 سنين. مشهد من مسلسل اللعبة 3، مسلسل اللعبة الجزء الثالث، اخراج استاذ معتز التوني. كنت عامل دكتور سنان. فدكتور السنان ده انا دكتور سنان، بس انا عايز اعمل دكتور سنان بشكل مختلف مختلف عن زياد. وكوميدي. اه بالظبط. فبرضو رحت بقى ايه، استاذ معتز قال لي زياد ملعبك. قلت له سيبني بس انا ايه، اديني المساحه وانا هحبرك. وانا قلت الحاجات بتاعه الاسنان بالظبط، بس في اطار كوميدي لطيف كده، يعني في التعليمات بتاعت ما مشهد كده بعد اللي هو الخلع. ايوه كنت لسه اقول لك اللي هو مش هناكل كذا، اكل مش هنعمل بارد كذا، مش طري هنعمل زلط. لا 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 اه الطعم اللي بيتقال بتاع الدكاتره ده. اللي بيترص مره واحده ده، فرحت انا قايل لها اكل بارد طري زلط على الجنب التاني. فطلعت عند الاستاذ ظبط. معتز قال لي ايه زلط دي؟ قلت له اسمع مني بس، زلط دي هي عندنا بتتقال ما كده. تقلقش. ما تقلقش. فده برضو كل جروبات الاسنان واللي على الواتساب على بيشيروا فيسبوك المشهد ده. وكل سنه في ميعاد كده بتلاقي المشهد عمل كوميك. بوم فجاه. اه طلع. فسبحان الله برضو هي بس انت عامل حاجه باخلاص شويه فربنا بيبارك يعني، فاهم؟ بالظبط. هو وهي ربنا الفكره ان بيبارك. انت تروح للحقيقي، يعني للشيء اه. الحقيقي يعني. بص انا اعتقد اللي بيميز اي ممثل عن ممثل انه قد ايه كان حقيقي في الدور، فاهم ازاي؟ اه الحمد فعشان تبقى لله. حقيقي، انا دلوقتي بعمل دور ظابط، ابوس ايديكوا كفايه لازم يبقى الظابط بشنب، ابوس ايديكوا كفايه ان الظابط لازم يبقى مكشر وعامل كده وفيلن طول الوقت ومش عارف ايه. يا جماعه خالص. انا اعرف ظباط كتير دمهم خفيف وناس جدا. يعني قمه فاهم في الضحك ومش عارف ايه، وما بيتعاملش كده طول الوقت، وبيتعامل كده في حالات معينه. بالظبط. وبعدين والظابط ده لو انت هتعمله فهو ظابط ايه بالظبط؟ هل هو ضابط مكافحة مخدرات، ولا هو آداب، ولا هو بالظبط. تأمين، ولا هو مش عارف إيه، ولا حراسات خاصة، ولا كل كل حاجة مهنة ليها وليها تفاصيل. تفاصيلها وليها طريقتها وليها تعاملها. والبني آدم ده هرجع واقول لك انه له بيمر بكل الاحاسيس وكل المشاعر في يومه يعني. بالظبط. هو مش ضابط في البيت، هو ضابط في الشغل وفي تعامله في البيت. البيت حاجة وفي الشغل بالظبط. حاجة مع أصحابه حاجة. بالظبط. فهي الفكرة فهي أكتر حاجة تبعدك عن الكليشيه، إنك امم تبقى حقيقي يعني، تروح للجزء الحقيقي في الموضوع يعني أعتقد. انت هو بني ادم بيعيش كل المشاعر في الدنيا.
فانت بالظبط. شوف اللحظات بتاعته، شوف وقت ما بيبقى قاعد عادي في وقت فراغه بيعمل ايه، لما بيبقى قاعد مع اولاده بيعمل ايه. ف مذاكرة هي، اذا سعيت وذاكرت هو ربنا هيوفق، ما لهاش حل تاني يعني. طبعا طبعا. طيب، عندي سؤال تاني، الا وهو اتفضل يا استاذ سامي، تسأل براحتك يا استاذ صلاح، اتفضل. فكره المجال والكارير نفسه، بما اننا في الجزئيه بتاعت الكارير يعني، هل جاء عليك وقت احبطت، يأست، زهقت؟ لان طبعا الناس كتير والممثلين كتير والفرص قليله، فاحكي لنا بقى عن وجهة نظرك في هذا الموضوع. بص، الحياة كلها وسنة الحياة كلها ups and downs. مفيش حاجة في الدنيا خط مستقيم. لازم وقت هتبقى ناجح ومحقق، ووقت هتبقى أقل شوية وهترجع تاني. والصعوبة في الحدوتة الاستمرارية. لكن فكرة إن أنا دلوقتي بشتغل، دلوقتي ما بشتغلش، دلوقتي بشتغل، دلوقتي، ده الحياة مش خط واحد. الخط الواحد ده بتاع القلب لما بتموت. هو ده الخط الواحد صح، مثلا. هي حياة البني آدم على طول ups and downs. بس فلازم تبقى انت مدرك ده. كل ما هتسعى اكتر كل ما ربنا هيديك اكتر. يعني انا بشكل شخصي، آم، ما كنتش اشطر واحد، وفي ناس اشطر وفي ناس اقل. اللي بيشتغل على نفسه، لما انت تقعد تتفرج على الصورة كلها من بره، اللي بيشتغل على نفسه ربنا بيديله. واللي ما طبعا. بيشتغلش ربنا خلاص انت ما اجتهدتش، هترزق ليه هتشوفك على ايه؟ يعني. هتشوفك على ايه بالظبط. بالظبط. ف فكرة إدراكك لهذه المنظومة الحياة الدنيوية تخليك مسلم. ما عليك إلا السعي طول الوقت، وتبقى بتضرب على كل بيبان الدنيا، والباب الوحيد اللي ما ضربتش عليه هو اللي يجي لك منه الرزق. ده ما حكمة عليك ربنا إلا طبعا. السعي. ما عليك طبعا. إلا السعي. غير كده هو رزقك هيجي لك، غير إنه الشاطر بيثبت وجوده، غير إن المجتهد بيثبت وجوده. فكل ده، كل دي عوامل لازم أنت تبقى مدركها وبتعمل بيها، وما عليك إلا التسليم يعني. طب وبالنسبة للجزئية بتاعت الشغل دي، انت شايف انه الافضل ان الممثل، يعني فكرة الفيلموجرافيا او التاريخ الفني او الليجاسي، ان هو يسيب اسطورة فنية، او هل بتشوف ان الممثل يكون عمل عدد كبير جدا من الاعمال، منها الحلو ومنها الوحش، ولا ممكن، ولا انه يختار اعمال معينه بحيث يبقى سايب 10 افلام بس 10 افلام حلوه؟ يعني تفضل المدرسه دي ولا المدرسه دي؟ بص، لا، احنا بنتكلم دلوقتي على انه الممثل ده نجم اوريدي، ولا يعني هو خلاص ابتدى ياخد خطوات في الكارير، فبيتعرض عليه شغل، بيتعرض عليه افلام ومسلسلات، فانت وصلت اعمل للمرحله دي. اعمل اللي الناس تفتكرك بيه، فتقول ده كويس وجون يعني. ما هو ده هيعيش مادام انت وصلت. لانه بص، هو السؤال انا بالنسبه لي له وجهتين نظر. حلو، الوجهه النظر احب اسمعهم الاولانيه، منك. وجهة النظر الأولانية، والله أنا مش شغال خالص يعني، لسه ما حدش عرفني، فأقبل بأي حاجة، ولا أقعد وأنا ما حدش عارفني وقاعد في البيت ونفسي أمثل وجالي حاجة فارفض عشان أنا عايز أعمل عمل فني بشكل معين، أو عايز دور بحجم معين. لو أنت في المرحلة دي، ما ينفعش. ارمي نفسك في البحر. طبعا. مش بقول لك انك يعني تخدش الحياة او لا، بس ارمي نفسك في البحر بشكل نظيف. بس ارمي نفسك في البحر، قول انت الجملة انت وقول ممكن تعمل دور الكلمتين. حلو، انت ممكن تعمل دور حلو حتى لو العمل نفسه ككل مش حلو، بس الناس تفتكر دورك انت، تقول لك العمل مش انت حلو بس الولد اللي عمل الدور ده كان حلو والله. فاهم ازاي؟ اجتهد. بص والله العظيم، انا امبارح في واحد بيحكي لي انه كان بيجتهد في، مش هقول لك في كلمة وجملة، والله بيجتهد في طريقة. هو مش هيتكلم، ملوش كلام في الدور، فهيجتهد في طريقة تقديم اداؤه. القهوة.
اداؤه. بس فلما المخرج شاف تفصيله ركب له مايك وخلاه يقول. وقال جملتين بعد ما هو كان طاير من انه هيظهر، بقى هيظهر ويتكلم، بعد ما هو طبعا. هيبقى بيتكلم هياخد دور. هي يعني تكلم حتى اراك. ما حلو. ينفعش افضل قاعد في البيت واقول هو بقى الدور الكبير بتاع البطولة ده هيجي. هو مش هيجي غير لما تنزل. اعمل طبعا. الصغير عشان يجي الكبير. لما تبدأ تاخد خطوات اعمل كل حاجة مظبوطة. ما تروحش تعمل بقى اللي انت مش مقتنع بيه، ما تروحش تعمل، ما تقولش الجملة اللي انت شايف ان انت مش مقتنع بيها، واتكلم وتناقش مع صناع العمل اللي هو العمل ده له رب. اتكلم معاه مخرج العمل او مؤلف العمل واشرح وجهة نظرك، ولو منطقية تمام، ولو مش منطقية مش تمام، ولو اتفقنا تمام، ولو ما اتفقناش تمام. بس صح. اظهر الاول، خليني اطلع من الاوضه بتاعتك للصاله، انزل تحت وقف عند الكشك، اتحرك. وبعد كده نقول انا والله يا جماعه انا دلوقتي بعمل المقاس كذا. ده، كنت بس ما عمرك ما هتروح تعمل ده وانت لسه ما عملتش ده. بالظبط. طيب ايه الدور اللي نفسك تعمله؟ هنخش بقى في فقرة الأسئلة السريعة. ما فيش يعني، ما فيش حاجه بعينها الصراحه يعني. اعتقد يعني انا مستعد اعمل اي دور طول ما هو مش مخالف لعقيدتي او ثقافتي يعني، او ثقافه عندك كمان حاجة معينة تقدر الناس. تمنعك إن أنت تعمل دور معين؟ يعني عندك محاذير معينة على أدوار معينة؟ بص، كل ما يتقبله اهل الشارع عندك، ويتقبله اهل منطقتك، ويتقبله اهل محافظتك، ما عنديش فيه اي مانع. ولو في بقى اللي هو اللي يرفضوا اهل محافظتك واهل بلدك واهل الحاره بتاعتك واهل الشارع بتاعك، ارفضه تماما لانه مخالف اكيد لعاداتنا وتقاليدنا. اوكي. حلو. طيب مين ممثلينك المفضلين سواء زمان أو دلوقتي؟ زمان او دلوقتي؟ دلوقتي اساتذه كلهم يعني، في ناس كتيره قوي طبعا حبايبي وربنا كرمني اني اشتغلت معاهم. بحب جدا الاستاذ محمد هنيدي، بعتبره اخ كبير واستاذ كبير يعني أيقونة الكوميديا في مصر. ويعني ومبسوط قوي ان انا اشتغلت معاه في وقت من الاوقات يعني، وعملت معاه مسرحيه وقفت جنبه على مسرح، يعني كان شرف كبير قوي الصراحه. استاذ كريم عبد العزيز طبعا برضو بحمد ربنا ان انا يعني مثلت قدامه. استاذ عادل امام، شرفت ان انا قابلته واتكلمت معاه وتصورت معاه، كان نفسي اشتغل معاه يعني. طبعا. بس يعني الزعيم سيبقى وسيظل الزعيم طول طبعا. العمر يعني. طبعا. زمان بحب جدا استيفان روستي لانه غير في غير في مسار حياتي شويه، فبشكره وممتن ليه بشكل شخصي غير يعني. مباشر. وكتبت له والله كتبت له بوست على فيسبوك بشكره لانه هو سبب في حاجات، يعني كان سبب في حاجات كتيره قوي. كان نقلة. مبهج مبهج بشكل عظيم يعني. طبعا. ليا اساتذه كتير قوي، وبعتبر ان انا محظوظ ان ليا اساتذه كتير قوي كويسين يعني، زي استاذ خالد جلال، دكتور طارق مهران وقت ما كنت بغني. آه، غير الاساتذه اللي بنتعلم منهم بشكل غير مباشر يعني. انا بعتبر ان الاستاذ احمد زكي استاذ اي حد بيمثل واستاذنا، ولما طبعا. نتفرج على فيديو فبتتعلم منه وبتاخد معلومه. اساتذه كتير قوي، استاذ محمود عبد العزيز، كل دول بعتبرهم اساتذتي يعني وقدوه يحتذى بها. طب حلو والافلام قوي ايه يحتذى بها اللي انا قلتها دي، اه. يحتذى بها. الافلام بقى، ايه افلامك المفضله سواء من زمان او دلوقتي؟ بص، زمان وانا صغير كنت مدمن قوي طريق العائلات، بحبه قوي. ده فيلم سياسي غريب. بحبه جدا، بحبه جدا. واحب اقول لك ان انا عملت مشهد من الطريق العائلات لما جت مخرجة الفيلم حضرت سينما مصر، استاذة انعام نعم محمد محمد علي. علي. اه عملت ايه بقى؟ عملت مشهد محمد سعد وهو بيتجوز وهو بيغني مصر يما يا سفينة. مسافين بجد والله. انا عايز اقول لك انا بموت في محمد سعد في الفيلم ده. رهيب طبعا رهيب. طبعا
طبعا. رهيب. فمن حبي في الفيلم اول ما عرفت ان هي هتيجي تحضر العرض قلت استاذ خالد والنبي اعمل مشهد، اي اعمل مشهد. ورحت اعمل والله العظيم، ورحت اتمرنت غنى 3 ايام عند صديقي، مغني صديقي اسمه خالد، آه، عشان بس هعمل ال10 ثواني دول. الجزئية دي. اه. طب شايف انه هل في حاجة دلوقتي اسمها العالمية؟ هل من طموحاتك ان انت تمثل بره في حاجات بره؟ وايه تعريف العالمية وانا بالنسبة لك؟ ان انت تعمل عمل مصري ياخد جوائز عالمية او يتشاف بره، ولا انك تشارك تروح انت وتسافر بره وتمثل في فيلم اجنبي او في مسلسل اجنبي؟ بص، زمان كنت لما تقول حاجة زي دي ممكن اقول لك نفسنا ونعمل. دلوقتي احنا عندنا السنة دي فيلم في كان، فيلم وثائقي واخد جايزة في كان. عندك ممثلين مصريين اوريدي بيمثلوا في العالمية وفي هوليوود وعاملين حاجات وبياخدوا جوائز على ادوارهم. فما بقاش بعيد عننا خالص، ما احناش بعيد لا فنيا ولا موهبة ولا امكانيات ولا اخراج ولا اي حاجه خالص ان احنا نكون في العالميه. احنا اوريدي هناك، يعني اوريدي واعتقد عندنا فكرة امثله كتيره. المنصات كمان، المنصات يعني دلوقتي لما تلاقي افلام مصريه بتتعرض على نتفليكس، فاللي في امريكا بيشوف، واللي في مش خلاص عارف فين بيشوف. بالظبط بالظبط، ما بالظبط، بقاش يعني مجرد فاعتقد ده ما السينما. بقتش احنا اوريدي بقينا، يعني انا بقول لك احنا اوريدي بقينا هناك. احنا عندنا الفيلم السنه دي اللي هو اسمه عينينا في السما تقريبا، اه. ده بتاع خد الاربع بنات، خد جايزه في كان السنه دي. ويعني شيء مشرف جدا. احنا اوريدي في العالميه واوريدي قادرين واوريدي اهو عندنا امثله، ما احناش بنتكلم على حاجات بعيده. والسنه اللي قبلها تقريبا كان في فيلم برضو اللي واخد السعفه الذهبيه في مهرجان كان. اللي هو اه 16. 16 ده لا. كان مش السنه اللي فاتت، ده كان 2020 اعتقد. يعني فاحنا عندنا دلوقتي لا، الافلام بتاعتنا بتروح وبتاخد جوائز، مش مجرد بتترشح او كده. فلا احنا مم. اوريدي هناك، مش واي نوت يعني. كنا حابين ننوه عن نقطتين كده بس اتكلمنا عنهم. المطرب اللي انت كنت بتتكلم عنه اسمه خالد حلمي، مظبوط؟ خالد حلمي كان هو اللي دربني اياميها على الاغنيه بتاعت فيلم الطريق الى ايلات، عشان بس تطلع بنفس الطريقه اللي قالها محمد سعد في الفيلم، في حضور اه. مخرجة الفيلم استاذة انعام محمد علي. حلو. والفيلم اللي انت قلت كنا بنتكلم عنه بتاع مهرجان كان اسمه فيلم ايه؟ مهرجان كان اللي موجود دلوقتي في مهرجان كان اسمه رفعت عيني للسماء. امم. فبنات من الصعيد جمال جدا بيمثلوا مسرح. يعني انا يعني متشوق جدا ان انا اشوفه الصراحه اول ما ينزل مصر، انه لو اتعمل له عرض خاص او كده ان احنا نتفرج عليه، لانه اكيد نتفرج عليه طبعا. مختلف. يعني حاجه مشرفه جدا ان احنا اوريدي، بقول لك احنا هناك دلوقتي في العالميه، فاحنا مش بعيد خالص انه نروح هناك او ان احنا ناقصنا حاجه، بالعكس. ايه طموحاتك في التمثيل يا زياد بشكل عام؟ والله طموحاتي انه يعني بعد ما الرحلة تخلص انه الناس تقول عامل حاجة مشرفة تفضل عايشة، لانه اللي انت بتقدمه ما بيفضل موجود، يعني ما بيفضل عايش مع الناس حتى بعد ما انت بتروح. فانه الواحد يكون قدم حاجة الناس لما تشوفها بعد كده تقول الله يرحمه كان عامل حاجة حلوة يعني. حلو. طب وايه تعريف النجاح بالنسبه لك؟ يعني امتى بتحس ان انت شخص ناجح؟ لما تأثر في متلقي السلعة اللي انت بتقدمها. يعني لما تلاقي متفرج، يعني من أسعد لحظات حياتي، وأنا لسه يعني برضو في البدايات، مش عامل حاجات فظيعة يعني. امم. آه، كنت في مكان معين يعني في القاهرة، وبعدين قاعد تحت في منطقة سكنية يعني، وفي ولد صغير بص من البلكونة كده وراح نازل
فقال لي يا عمو حضرتك اللي كنت في اللعبة عامل دكتور وفي مسلسل فرح فرحنا. مم. فبقى حصل حالة من الصدمة. قلت له يا حبيبي ايوه ليه كده؟ انا. اه. اه اللي هو ايه ده. ايه طب معلش اطلع اجيب موبايل ماما، ممكن بس حضرتك تستنى اطلع اجيب موبايل ماما اتصور مع حضرتك. فنزل قلت له لي ممكن انا اللي اتصور مع حضرتك. اطلع اقعد معاك انا فوق عندكم غدا. فنزل لي هو واخواته الاثنين صغنطاطين كده خالص، وحافظين الافيهات بتاعت المسلسل اللي انا قايلها. عظيم فاحلى جدا لحظة في الدنيا. في الحياه. احلى يمكن هي لحظة دي في الدنيا. يمكن هي دي الحاجه اللي بجد يعني، اللي انا بشوف لو حد ممثل حقيقي ده اللي بيفرق في كل حاجه يعني. في ناس كتير بتمثل عشان الشهرة، وفي ناس بتمثل عشان الفلوس، وفي ناس بتمثل عشان حاجات كتير، بس صدقني مش هيستمتع بجد او مش هيبقى فنان حقيقي غير لما يقابل لحظة زي دي بالدنيا خلاص، دي اللي هي بتخليك هي تستحمل هي كل تعبات المجال ومشاكله وقرفه وحاجاته. بالظبط. هي دي المكافأة. يعني هي بالظبط. دي المكافأة. فلا يعني ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يعني. طيب تعريف السعادة بالنسبة لك ايه ما بعد سؤال بص، النجاح يعني؟ انا شايف انه الحركة زي ما بيقولوا بركة كده. فان انت تبقى ربنا رزقك ان انت بتتحرك وان انت عندك شغل بشكل دائم. ده من اكبر اسباب السعادة. تزود السعادة انه انت شغلك ده يبقى بينجح فالسعادة تزيد. ده المسار الكبير للسعادة. يعني شغل فتحقق منه نجاح، هو ده قمة السعادة يعني. ايه تعريف الصداقة بالنسبة لك؟ تعريف الصداقة. آه يعني أنا شايف إنه الصداقة يعني نبعد عن بعض كتير قوي ونرجع نتكلم فنبقى كأننا كنا مع بعض من 5 دقايق. ده بالظبط. أعرف حلو إن التعبير. إحنا كده very very البوند connected زي ما بيقولوا. البوند جامد. اه. حلو. طيب العلاقات بالنسبة لك بتمثل لك ايه؟ تمثل لي الحياة. لأنه الجنة من غير ناس ما تنداس. ف لا انا بتكلم على العلاقات بالجنس الاخر، عايزين نطمن معجبات زياد زعتر العلاقات بالجنس الآخر. عايزين نطمن المعجبات. يعني اطمنوا أنا تمام. شايف ان آه، الممثل لما بيكون في علاقة مثلا، هل ده بيخليه اكثر ابداعا لو الحد ده مستقر عاطفيا بشكل عاطفي، انه بيشارك الشغل مثلا مع حد هو بيحبه او كده؟ شايف الموضوع ده ازاي وعلاقته ايه بالشغل، خصوصا لو أعتقد إن هو فنان؟ أعتقد إن هو يعني فكرة الاستقرار بتحقق طبعا جزء كبير من المعادلة. كمان لو الاستقرار العاطفي ده زيادة عليه في تفهم وفي إدراك وفي تحمل مسؤولية. لأنه الشغلانة اللي أنت بتشتغلها دي مش سهلة ومواعيدها مش ستيبل. حياتها أصلا مش ستيبل. كل الكلام ده يحقق جزء الأكبر التاني من المعادلة. إنه أبقى مستقر عاطفيا وفي نفس الوقت يبقى في تفهم من شريكة الحياة دي انه ان هي هتشيل جزء كبير، هتتحمل حاجات كتير ممكن لو انا بشتغل موظف عادي ما نمرش بيها، تبقى متفهمة. ده طبعا بيساعد، وده اللي بيساعد على نجاح العلاقة نفسها. تستحمل جنانك كفنان يعني. يعني وانا كمان احاول ما ابقاش مجنون قوي يعني. يعني ما بقاش انا برضه هوبا. ايوه. طيب سؤال كمان. اتفضل يا استاذ التمثيل صلاح. بشكل عام بيمثل لك ايه في الحياة؟ بيمثل لي غذاء الحياة. يعني مش عايز إجابة تقليدية، والله يعني أنت شايف خالص خالص. التمثيل بس كمجال إيه؟ التمثيل شغلانة متعبة جدا 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 جدا، بس في نفس الوقت
ممتعة فكرة جدا ان انت جدا. يبقى في ايدك الحاجة اللي تخليك بتتنقل من حياة شخص لحياة شخص لحياة شخص، وتعيش كل الحيويات دي في حياة وتكسر واحدة اللي هي الروتين. حياتك. بالظبط. فمتعة ما بعدها متعة، وليها ضريبة تعب غير طبيعي طبعا. لو حابب تتكلم مع حد جديد مثلا لسه بيبدأ في المجال او كده، مش بنقول نصايح، احنا مش يعني مش نجوم احنا مش العالم، بتوع بس خالص والله. بس يعني لو انت كلنا. شايف حد جديد حابب تقول له حاجة، مثلا تقول له يبدأ ازاي، او مثلا لو حد محبط او يائس تحب تقول له ايه، توجه له رسالة عاملة ازاي؟ الفقرة دي اسمها لمن يهم الامر يعني، تقول لمن ايه لمن يهم يهم الامر. الامر؟ اقول له اتاكد الاول جدا، اتاكد ان انت تملك ما يجعلك في المكان الصح. ان انت آه، موهوب مش موهوم. بالظبط. ومش قصدي حاجه، زي ما قلت لك في الاول، كل واحد له لحظه هو احلى بني ادم فيها في الدنيا. فتاكد من اللحظه بتاعتك، تاكد ان انت مش حابب القعده. لا، انت موجود هنا عشان انت موجود هنا في المكان الصح اللي انت فيه، هتبقى احلى بني ادم في الدنيا. وبعد ما تتاكد من ده، تاكد ان انت تروح المكان المظبوط اللي ما تنخدعش فيه، اللي اللي يعني مش المكان، ال- الخط المظبوط، تمشي في الخط المظبوط، يعني ما تهلكش طاقة في في الغلط. الفاضي. في الفاضي. بالظبط، ما تهلكش طاقة في حاجات ما هياش أصلا مفيدة، وأنت معتقد إن هي دي النجاح، أو اللي هتحقق لك النجاح السريع، أو تحقق لك الشهرة السريعة، أو لأنه اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. فما فيش حاجة اسمها نجاح سريع، مفيش حاجة اسمها شهرة سريعة. اللحظات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، خصوصا في وجود السوشيال ميديا بشكل كبير، هي لحظات الناس خدت خادعة. ايام وسنين فيها عشان توصل لها يعني. ومش بقول ان انت ما تسعاش بالشكل ده، لانه زي ما قلت لك برضو، لا بالعكس، تحدث حتى اراك، او تكلم حتى اراك. فلو انت شايف ان ده هيفيدك، او يخلي الناس تشوفك وتشوف وجهة نظرك وتشوف انت شاطر ولا لا، اعمله. مش بقول ان انا ضده، بس بقول انه آه، هتفضل الأصول موجودة. يعني مهما حاولنا نغير الطرق، بس في أصول. حتى لو أنت بتقدم محتوى، أنت إحنا في اللي إحنا فيه ده، البلاتفورم اللي إحنا فيها سلاح ذو حدين. أنت ممكن تقدم محتوى كويس، ممكن تقدم محتوى وحش، تافه. والاتنين ممكن يحققوا لك الشهرة، وممكن التافه يحقق لك الشهرة أسرع. بس انت عايز الناس تفتكرك بأنهي صورة، انت عايز الناس تشوفك الناس بأنهي تشوفك صورة، بشكل عامل ازاي. انت عايز تقدم نفسك للناس بأنهي صورة. ازاي. بالظبط. بالظبط. زياد في كلمة لحد دلوقتي يعني. انت ايه كام ده؟ سنة دلوقتي يا زياد؟ ايه السؤال ده بقى؟ لا 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 لا، بهزر. مش انا هنقول. 33، انا 33 سنة. انا مواليد 91 شهر 1 7 1 91. لحد زياد. دلوقتي كده اوصف زياد في كلمة. آه، والله كلمات، مش قادر اقول لك كلمة. قول اللي انت عايزه يعني. يعني انت لو حابب آه، تعبر عن نفسك، تعبر عن نفسك ان انت شخص عامل ازاي. انا اعتقد ان انا شخص مغامر، لاني مغامر جدا. يعني انا ضحيت بحاجات فسبت كتيره قوي. الطب اه، ورحت للتمثيل. ضحيت بحاجات كتيره جدا. احيانا هتبقى مضطر كمان ان انت تضحي بوجودك في وسط ناس بتحبها بشكل دائم، عشان انت عايز تعمل حاجه. فده محتاج شجاعه. مش بقول ان انا شجاع يعني، بس يعني محتاج شجاعه، محتاج جزء من الشجاعه. اتمنى ان انا اكون يعني. بتضحي بوجودك في وسطهم بوقتك، يعني قصدك يعني ان انت مدي وقت اكتر لحلمك اكتر من الاشخاص اللي حواليك، ولا بمعنى ايه؟ بالظبط بالظبط. في وقت من الاوقات هتلاقي نفسك مش هينفع تبقى قاعد مع اصحابك الوقت الطويل اللي انت بتقعده مثلا في العادي. مش هينفع تقعد امم. مع اهلك الوقت الطويل اللي انت ممكن تقعده في البيت، او انه خلاص انت عارف انك من الساعة 5 لحد بالليل انت مع اهلك في البيت. كل ده مش موجود، لان احنا مواعيد متلخبطة.
سواء مواعيد شغل، مش بقول ان احنا يعني انا لسه ما بشتغلش بشكل دائم، ربنا يرزقنا جميعا يعني. بس انت كمان احيانا سعيك بيبقى في المواعيد في مواعيد اللي بره متأخرة او في شغلك كده. مواعيد بالظبط اللي بعد شغلك العادي يعني. اساسي بس اتمنى الناس تفتكرني بخلق كويس، وتدعي لاهلي ان هم ربوني كويس بس. لحد دلوقتي لو حابب تحط عنوان للفيلم اللي احنا دخلنا وغصنا فيه شويه كده، ده تحط اسم الفيلم ايه؟ لو عايز تخترع اسم فيلم جديد او في اسم فيلم يمشي يعني فيلم معروف يمشي ده سؤال على صعب أوي. ده الموضوع. ده سؤال صعب قوي. لو هحط اسم فيلم معروف، هحط فيلم واحد من الناس. اوه حلو ده. مم، اسم عام وشامل. زياد كل زعتر حاجة. واحد من الناس لديه أتمنى إنه حلم، لديه حلم ما يريد ان يصل اليه يعني. بالظبط، يا رب أجمعين يا رب. زياد بجد شكرا، اتمنى ما كناش طولنا عليك. والله أنا اللي شكرا، استمتعت جدا 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 يا صلاح بجد والله يعني. رحلة الفيلم من التتر البداية إلى تتر النهاية عظيمة ما الصراحة. حسيتش بيها اهم حاجه. والله خالص فيلم خفيف على القلب يعني. اتمنى ان انا كمان يعني اكون خفيف، يعني كنت ضيف خفيف عليكم والله. جدا جدا جدا. ربنا شكرا يخليك يا بجد ان صلاح. انت قبلت الدعوه هي جت بسرعه كده، فانت الحمد من لله. اسرع الناس اللي لبت الدعوه يعني، فعايز اشكرك اقول يس. لك شكرا. شكرا ربنا بجد، يخليك. نورتني، واتمنى كل اللي يشوف الحلقه يتبسط بيها زي ما احنا اتبسطنا يا معاك. رب، يا رب، ان يا شاء رب، الله نتقابل قريب على خير، ولو حابب تقول اي يا حاجه في رب. الاخر قول يعني. المايك آه... معاك. والله خالص ولا حاجة، بس يعني عشان احنا كلنا لسه في نفس المنطقة، رسالة لينا ورسالة لكل الناس يعني اللي بيبدأوا، اللي ربنا يكرمهم يا رب ونشوفهم نجوم. السعي ثم السعي ثم السعي، ما عليك إلا السعي، وربنا عليه تحقيق الأماني والأحلام. باذن وبشكرك جدا الله. جدا يا صلاح، جدا 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 انا جدا اللي والله. بشكرك يا زياد والله، ربنا ونورتني. يخليك يا حبيبي، ثانك يو، ميرسي يا صلاح، شكرا. شكرا شكرا. يلا اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام.